المحل ده عمره أكتر من 150 سنة. محمد أبو خشبة. يلا بينا نعرف الحكاية. السلام عليكم. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. بيقولوا انك أقدم كنفاني في القاهرة. من 150 سنة. احنا عيلة أبو خشبة دي عيلة مشهورة، بنشتغل في مجال الفطير ومجال الكنافة ومجال الحلويات. أنا الحاج حسني أبو خشبة، ابن صاحب المحل. والدي أهو الصورة بتاعته، وهو كان كمان من الجنود الأحرار. كان جدنا الكبير أبو خشبة كان هو واخد المحل دوت. أيام الفاطميين كانوا في مصر، كانت هنا كان في تاريخ، وهنا مصر كلها. أول ما بدأنا الكنافة كنا بنشتغل بيها على الخشب، واتطورت بقت على الفحم، ومن الفحم بقت للأنابيب، للآلات المحركة. المحلات دي بتاعتنا هنا كانت الأول 3 أدوار بالأرضي. بالنسبة كانت إيه 3 أدوار؟ يعني إيه؟ كانت المشربيات أو بيسموها بلكونات كانت خشب أدوار. مع الوقت والزمن كل ده اتشال، بقى صف واحد كله. هو المصري هو سبب الكنافة. أيام الفاطميين في مصر الكل. ليه؟ أيام الصيام كانوا بيجوعوا، الناس كانت بتجوع من بعد الفطار، معاك فترة من بعد العشاء لحد قبل الفجر. الفترة دي كانوا بياكلوا بالليل، يسحروا كنافة مع السحور بتاعهم، وبعد كده ياكلوا الكنافة عشان تقدر فيها طاقة حرارية تساعدهم على ان هم يستحملوا الجوع طول النهار. اشتهرت بقى مصر بالكنافة دي. ده تاريخ، ده فن، مش اي حد يعملها. ما في ناس بتعمل كنافة اي كلام، ميه ودقيق. احنا ما نعرفش الكلام ده. ليه؟ لان احنا بنتعامل مع محلات مرموقة في وسط البلد وعلى مستوى محافظة القاهرة، فلازم ياخد المنتج 5 ستار في منتهى الجمال والنظافة والامكانيات. بيجونا من اخر الدنيا. احنا بنودي كنافة للجزائر. لسه زبون امبارح واخد الجزائر واخد كمية كنافة عشان يوديها لعيلته كلها في البلد. مفيش حد يطلع الكنافة دي بالجمال ده. دي كنافة شعر. شوف الست لما بتروح الكوافير عاملة ازاي وترجع من هنا بتاع الكنافة ده فنان. انت حضرتك جيتي مفاجأة، مش ما عندناش ميعاد ولا سابق ميعاد. اهو ادي الكنافة بتاعت ابو خشبة، واتحدى ان اي حد يطلعها بالجمال دوت. ان متمون وعلى نار هاديه ما بتتسلقش. احنا مشهورين بكده. حتى حضرتك بص الكنافه بتجري من على الصينيه، ولو في حد شايفنا من بتوع الكنافه هيستغرب ازاي دي بيعملها كده. الكنافه دي بتتكون من 5 حاجات بيتحط لها: لبن وعسل ونشا وسمنه وملح عشان توصل للمرحله دي. هو الفضل في ربنا.